احلى واسرع اكله ممكن تعمليها في الحر اللي احنا فيه ده. الاولاد عايزين حاجه خفيفه، وزي ما انتوا شايفين صينيه زي العسل كده وقمر كده، وتقدميها بقى بالهنا والشفا، حاجه كده زي العسل خيالي هيموتوا عليها كده. ولو اولادك مش بياكلوا الخضار، اوعدك انك لو عملتيها هياكلوها. انا ولو اول مره تشوفيني اتمنى تشتركي في القناه. هنعمل بقى صينيه خضار بالبشاميل واللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين، وهنقدمها بقى بشكل بسيط ولذيذ. تعالوا بقى نشوف المكونات مع بعض، وطريقة حلوة وسهلة جدا. مفيش اي مواعين كتير ولا اي حلل، هي طاسة واحدة وزي ما انتوا شايفين سخنتها على البوتاجاز وحطيت فيها معلقة سمنة او ممكن زبدة، وقطعت بطاطساية كبيرة او بطاطستين حجم كده وسط، مقطعهم مكعبات بالشكل ده، ونزلت بقى في الطاسة بتاعتي هحمر البطاطس دي او هخليها تتشوح لحد ما تدخل بقى ايه في التسوية. ورشيت عليها ملح وفلفل وزعتر بس، ما ترشيش اي حاجة اكتر من كده. عايزين الطبق كده يكون الأطعم بتاعته متساوية كده أو لايقة على بعض. وزي ما انتوا شايفين بعد ما حمرت كده أو خرفشت، الطاسة بتاعتي زي ما انت شايفة، الطاسة اللي انت هتستخدميها بايركس أي حاجة، وتروحي تحطي فيه الحاجة اللي انت شوحتيها. هنيجي بقى للكوسة، نفس الحكاية، وبرضو رشة ملح وفلفل وزعتر. بس الكوسة ما تحطيش الكمية كلها على بعض علشان ما تنزلش السوائل بتاعتها، وما تنزلش المية بتاعتها، وما تتشوحش معاكي. انا عايزاها تتشوح بالشكل ده علشان ما تنزلكيش اي سوائل. تعرفي انت لما تيجي تحطي اللحمة وتقولي بنقفل المسام بتاعتها، الكوسة بالظبط. اول ما تحطيها على طاسه سخنه وتشوحيها وتخلي الكوسايه تاخد اللون اللي انت شايفاه ده، عند الاستخدام بقى تحطيها في بشاميل، تحطيها في اي حاجه مش هتنزلك اي سوائل. وعملت كمان شوية جزر. انا الخضار اللي كان موجود عندي، تقدري بقى تستبدلي الخضار ده كله بصنف واحد، ممكن يكون كوسة او بطاطس. هنيجي بقى بعد ما خلصنا تشويح الخضار زي ما انتوا شايفين في نفس الطاسة برضو، وشوية كده من السمنة، وفرمت بصلاية كبيرة ورحت حطيتها بقى وهشوح فيها لحد ما تدبل. وهنزل عليها بربع كيلو لحمة مفرومة. ربع كيلو يعني هيعمل لك صينية وهتكون غرقانة كده لحمة وحاجة زي العسل. شوحها عادي، وملح وفلفل وبهارات. ولا تحطي فص توم، ولا تحطي هريسة، ولا تحطي اي حاجة. احنا عايزين توابل بسيطة خفيفة، تكون الاطعم كده متناسقة مع بعض، وتكون لايقة بقى على صوص البشاميل عشان تاخدي صوص بشاميل وتحسي بطعم البشاميل. بعد ما عصجنا اللحمة يا بنات، هنحط شوية مية بالشكل ده علشان ايه؟ اي حاجة لازقة في الصينية بتاعتك، بصل، بهاريز، توابل، اي حاجة تروح تطلع معاكي. وفي نفس الوقت عشان احنا مش هنحط عصير طماطم عشان اللحمة تستوي شوية. ولحد بقى ما اللحمة تتشرب معاكي. وبعدين بقى هنجيب الصينية بتاعتنا، في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن عشان تسخن طبعا. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ هنحط اللحمة او نوزع اللحمة على الصينية الخضار بالشكل ده، قمر تحفة كده. وتقدري كمان تستبدلي اللحمة بقطع من الفراخ. تعالوا بقى نعمل صوص بشاميل. انا هعمله على البارد، بيكون سهل وسريع وخفيف. وزي ما انتوا شايفين عشان تطلعي صوص البشاميل على البارد طعمه حلو، استخدمي زبدة او سمنة ريحتها حلوة، يعني سمنة بلدي، سمنة علب، بس تكون طبعا من الغالية اللي هي لها ريحة كده وطعم تحفة. فعشان تاخدي طعم حلو للبشاميل، طبعا كوبايتين لبن على معلقتين دقيق، مكعب مرق، شوية حتة زبدة، ملح وفلفل، وخلاص على كده. وعملنا البشاميل وهنحطه على الوش بالشكل ده. تقدري طبعا تكتري البشاميل، تقدري تقللي البشاميل، او على حسب طبعا الكمية اللي انت عاملاها. زي ما انتوا شايفين ده بالظبط بالمعدل كده، كان كوبايتين ونص من السوائل على معلقتين دقيق، وعملت البشاميل بتاعي. ورشه كده بقى من الجبنه على الوش، ودخليها الفرن هي ربع ساعه بالظبط. اول ما تغلي ربع ساعة، بعدين بقى طلعي على الشواية وخدي القمر ده، واعملي بقى جنبها رز في الوقت ده اللي يريحك. تمشي معاها حاجات كتير جدا، تمشي معاها رز ابيض، يمشي معاها رز بشعرية، يمشي معاها، انا عملت رز حبة وحبة، يمشي معاها رز بسمتي ابيض، يمشي معاها يا بنات شعرية.
بتكون خفيفة وتاكلي منها. تحطي كده الشعرية جنب شوية الخضار بتاعك وتاكلي منها ما تشبعيش. وقدميها بقى مع شوية سلطة وكلي وادعيلي. أولادك هيموتوا فيها، ولو حتى مش بيحبوا الخضار هيحبوه جدا. أكلة خفيفة وسريعة، جربيها. مستنية رأيك في كومنتات، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.